ينضم إلينا في هذه المداخلة الهاتفية مشاهدينا الكرام والد رؤوف بالقاسمي. أهلا بك سيد بالقاسمي، شكرا على تواصلكم معنا. وعليكم السلام ورحمة الله، مشراكم لا بأس. الحمد لله. هل يمكن في البداية أن تضعنا في الصورة بخصوص قضية توقيف ابنكم رؤوف؟ واش نقول لك، بسم الله الرحمن الرحيم. القضيه هذه وليدي راح المروك، راح كما يقولوا راح يتبع الفريق الوطني، والفريق الوطني من نهار كان صغير راح الكوت ديفوار، راح لقطر، ما خلى حتى بلاد وين تروح ليك ناسيونال يروح معاها. هذه الخطرات جا قال لي راح المروك انا وخويا ربي يسهل. يلحق المروك من تما كنا كونتاكت، كنا نهضروا نقصروا هذه ومن بعد ابري سمعت انا بالتالي ريزو سوسيو قال لك راهو دواء اتصلت به ما كاين والو. عيطت لخوه معاه واش كاين، قال لي يا ولي بابا هاولي، قال لي راه تجي كنا قاعدين في الشومبرا في الدار، كانوا الدار جاو خطفوه من تما. قلت له غير الخير، ومن بعد شفت الفيديو انا هذاك تبعته مليح، يعني الطفل كان يقصر ووضح راي العام، وضح قال الناس كانوا انا كنت نقصر مع صحابي، كنت لاقر ما درت والو، يعني هذيك شغل امبلاك. هو عنده كيف يقولوا من بكري عنده لي طون هادو يدير امبلاك في دقيقه. ابري غدوه من دوك في الليل انا كنت ناشط عليه الوحده تاع الليل، ما كان حتى اتصالات. شفت منها بعث بريه لوزاره الخارجيه تاعنا، قلت لهم يا ودي الطفل تاعنا وقفوا قال لك دوك نشوفوا. في الليل اتصلت بوالد صادي مع العشيه جايه 5، قلت له يا والد هاولي واش كاين واش كاين. قال لي انا ما عنديش لي ريزو سوسيو ولا قرب، قال لي بصح دوك نشوف. انا كان الحال واحد الساعه عاود عيط لي، قال لي وليد ديك الساعه ان شاء الله يكون برا. معليش خرج الطفل كيما يقولوا، عيط لي قال لي راني خرجت وكذا. قلت له الحمد لله يا ربي ما فيها غير الخير. قلت له سي كيف تجي الجزائر غير عاود تدخل البلاد. قال لي خلاص. عطري زوج سوايع نعيط له ما كاش، ما كاش. عيط لخوه قلت له واش، قال لي عاودوا الدواء. كيما يقولوا الاخبار الاخرى كاع يتيك اليوم بريزونتاوه الوكيل المالك هذه كيما يقولوا له هما، بعتوه من ديبو دخلوه دوكا للحبس ديريكت. وهل تملكون تفاصيل حول التهم ربما التي وجهت اليه بسبب تقديم التهم تاعو؟ قال لهم للقضاء في المغرب. واش راهم يهضروا دوكا؟ التهم تاعو راهم يقولوا باللي شغل استهزاء بالشعب المغربي والدوله المغربيه، وعلى حساب الاخبار الاخرى كاع اللي سمعتها اليوم الصباح. هو وضح ابري كي شاف الفيديو هذا شغل دار ضجه تما في المغرب، وضح قال لهم يا ودي ما تستغباوش للدرجه هذه، انا انسان مانيش تاع شي، ما نقدرش ندير الشيء هذا باسكو كانوا لي فامي مورايا، كانوا صحابي، كانوا ناس قدامي، كانوا الاخر عندهم كاميرات، عندهم كلش. التهمه اللي راهم دايرينها له دوكا باللي شغل هنت الدوله المغربيه وهنت الشعب المغربي، هذو هما التهم اللي راهم دايرينهم. اذا قاموا بتضخيم قضيه رؤوف في الاعتقال الثاني له. اذا اخر تواصل كان مع ليس مع رؤوف، مع اخوه كما قلت لي. لا انا مع اخر تواصل كنت مع الكونسيل الجزائري في المغرب. نعم، الكونسيل الجزائري في المغرب. اليوم الصباح هو اللي عيط لي